بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا مجموعة أخبار النهاردة كتيرة ومتنوعة، وعاوزين نبتدي كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا زعلان منكم، أنا طالب منك حاجة واحدة بس، إنك تعمل لايك وشير وكومنت وتشترك في القناة. اشتراكك في القناة ديت مش هيكلفك حاجة، مش هتدفع حاجة من جيبك. احنا بنوصل الفيديوهات ديت، نوعيه ديت من الفيديوهات محرك البحث ما بيرضاش ان هو يحركها. انتوا عارفين طبعا ان الامريكان يعني واخدين كل السوشيال ميديا، وبالتالي النوعيه ديت من الفيديوهات مش عايزها تتحرك. احنا بنسلمها سلام يد، ببعتها لك في ماسنجر، ببعتها لك على الواتس، ببعتها لك على التليجرام، على اي حاجه. احنا بنحاول ان احنا نبعت الفيديوهات ديت للناس علشان توصل لهم. فانتوا ساعدوني، انا مش عايز منك حاجه. الكومنت حط ان شاء الله يا رب نقطه ايموشن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قول تحيا مصر يحيا العرب. بس ما تجيبش سيره البعد دول علشان ما تعمليش انا حظر. المهم، انا ليا 3 قنوات على التيك توك، كل ما بشتغل في قناه واحده توقف هشتغل في التانية، وهكذا. القناه برضو اللي قبل ديت اللي هي قناه اليوتيوب برضو نفس الحكايه. فانا ارجو ان انتوا تساعدوني علشان اقدر اعمل بث مباشر ويوصل صوتنا للناس. هناخد معانا اول خبر كده. الخبر ده موجود على النيل الاخباريه، وموجود على القاهره الاخباريه، وموجود على الحدث، وموجود على سكاي نيوز، وموجود في اي 24. الخبر عموما كل اللي بيتناقلوا ان النتن بينقلب على اتفاق، طبعا احنا عارفين الهدنه، وبيقود الى، يعني مش عارف اقولها، عايز يخلص على الناس خالص، يخلص عليهم خالص اللي في غزه اهي. بس جايه مقلوبه، انا هعدلها بعد كده. طيب، هما بيعملوا كده. هنجيب الاخبار واحده واحده. هو النت نفسه بيقول ايه؟ بيقول ما حدث في القطاع ليس الا البدايه. برضو ده كل المواقع جابته، ده كلامه، وكل المواقع جابت الخبر ده والخبر اللي قبل منه. بيقول ما حدث في القطاع ليس الا البدايه. جانت بقى وزير الدفاع بتاعه بيقول ايه؟ بيقول ان قواعد اللعبه تغيرت. طب يا سيدي، وان هم اصلا انقلبوا على اتفاق الهدنه، وهنقول اسبابه ليه. وزاره الصحه بتقول ان اكتر من 1000 واحد على اي 24 اللي انا بكلمكم ده جايبه من اي 24 بتاعه البعده. وزاره الصحه بتقول ايه بغزه؟ بتقول ان الطواقم الطبيه مش قادره تشتغل من كتر اللي حصل في المستشفيات، وانها تضررت كتير جدا، ومش قادره انها تداوي الجرحى. جوتيريش بقى بيقول ايه؟ بيقول لن نتنازل عن هدف التوصل لوقف الكذا. الكيان بقى بيقول ايه؟ بيقول تطلق اسم اطلق على العمليه اللي هو بيعملها دي اسمها العزه والسيف، على العمليات اللي هو بيعملوها دلوقتي في القطاع، اللي هم شغالين دب 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 دب. اكتر من 1000 واحد ما بين كده وكده، يعني ما بين واحد خلص خالص، وما بين واحد جريح عنده حاجه بيحاولوا ان هم يعالجوه فيها، وحتى المستشفيات مش عارفين يعالجوه. حركه حسام بقى بتقول ايه؟ لا نرفض مقترح ويتكوف، وسنتعامل مع بمرونه وايجابيه مع الوسطاء. اللي هو مين الوسطاء؟ اللي هي مصر وامريكا وقطر، دول الوسطاء. انا بحاول ان انا اجيب لكم الايه الكلام على طول. قيادي بقى في حركه حسام بيقول ايه؟ بيقول هم معاهم اسيرين، واحد منهم خلاص من القصف اللي بيحصل يعني، والتاني مصاب. مصدر بقى عند البعده، مصدر امني عند البعده، بيقول خلافات الاجهزه الامنيه بشان جدوى الهجوم المفاجئ على القطاع. يعني في خلاف في المصدر ده، مصدر امني في عند البعده، مصدر امني عند البعده. هم عندهم 3 اجهزه امنيه، فبيقول خلافات الاجهزه الامنيه بشان جدوى الهجوم المفاجئ على القطاع. انباء اوليه بتقول غارات بتاعه البعده تستهدف رئيس حمص دوت في سوريا. والنيل الإخبارية برضو جايبة نفس الخبر. حركة حسام بتتهم الكيان بمحاولة فرض اتفاق استسلام عبر الضربات الأخيرة. والنتن قال نفس الكلام ده، قال إن إحنا مش هنسكت لحد ما
يحرروا الأسرى بتوعنا ويدوهم لنا وتحت ضغط النار. هو قال كده ان دوت هيبقى تحت ضغط النار. يعني انت متخيل؟ يعني هو بيرغم حركة حسام، طبعا التانيين تحت الارض ومش عارف يجيبهم، وهو مش عاوز يجيبهم كمان. يعني هو مش عارف يجيبهم. هو ضرب القيادات العليا والوسطى هناك. يعني خلص في المرة دي خلص على مجموعة من القيادات الوسطى اللي هي تحت، وخلص على اللي هم بيشتغلوا في السياسة، القيادات الموجودة في السياسة. طيب البيت الأبيض بقى هو اللي مشجع الكيان يعمل كده. فالبيت الأبيض بيقول لك إيه؟ إن حركة حسام هي اختارت الحرب عن تسليم الأسرى. يعني هي لو كانت سلمت الرهائن، لو سلمت الرهائن كان الموضوع هينتهي. طيب مندوبة أمريكا بقى لدى الأمم المتحدة بتقول إيه؟ بتقول ندعم الكيان في عملياته الكذا اللي هي بتحصل ده. يعني الكلام دوت واخدين ضوء أخضر من الأمريكان إن هم يعملوا كده. وطبعا العالم كله بيندد، العالم كله بيقول اقف في الموضوع خالص. يعني عندك فرنسا، عندك انجلترا، عندك المانيا، عندك السعوديه، عندك قطر، عندك مصر، عندك الكويت، عندك معظم دول العالم طبعا بتستنكر اللي حصل دوت وبتتكلم فيه كلام بشده. انا ما نقلتوش ومش عاوز انقله. مندوبه امريكا بقى لدى الامم المتحده تاني بتقول ان حركه حسام مسؤوله عن استئناف الاعمال اللي هي موجوده دلوقتي في القطاع. احنا مش عارفين ننطق المصطلحات او الكلمات علشان بيحظروهن. فرجوا زي ما بقول لحضراتكم، ساعدونا. يعني انت لما تحط نقطه في كومنت مش هتكلفك حاجه، مش هتتعبك اي حاجه خالص. اعمل 10 15 كومنت، انت مش هيتعبك اي حاجه. خلي الفيديوهات دي توصل للناس، والخوارزميات تعرف ان الفيديو دوت بيبقى الناس عاوزه تشوفه وعايزه معجبه بيه. يعني اعمل اعجاب، شير، اشترك في القناه، ساعدونا، خلونا نوصل للناس. بدل ما القناه كده لما بيبقى ما فيش تفاعل فبيقفلوها لنا. احنا بنتعب والله علشان خاطر اجيب لك اخبار، بنتعب وورق فلوسكاب بنفضل نكتب فيه وبتاع، وطول النهار ما نتنقل من سكاي نيوز للبي بي سي للسي ان ان للقنوات الاخباريه العربيه وكده علشان نجيب الاخبار. فيعني كافئونا بحاجه بسيطه. انا مش عايز منك اي حاجه غير انك انت تكافئني بحاجه بسيطه عشان اقدر اشتغل. حركه حسام بتقول ان نتنياهو، ان نتن اختار التضحيه بالرهائن والحكم عليهم بكذا، يعني يخلصوا بقراره استئناف العمليه اللي هي شغاله. يعني حماس، حركه حسام بتقول ان النتن اختار التضحيه بالرهائن والحكم عليهم بكذا بالفناء، يعني بقراره استئناف العمليه اللي حصلت فين، اللي حصلت ده ايه. وطبعا احنا ما اتكلمناش عن اليمن لان الموضوع طويل وهياخد وقت تاني. فانا النهارده الاربع الساعه 2 بالليل قبل السحور، يعني قبل ما تسحر، الموافق 19 مارس 19 رمضان 19 مارس 2025. الحلقة دي طبعا هنزلها انا بكرة او بعد بكرة تقريبا، على حسب الظروف يعني، وشبكة النت عندنا نشوفها شكلها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.